البروتينات الاجابه رقم 2، النوم لساعات قليله الاجابه رقم 3. من نوع ديال الاسئله الجداد. قبل ما تسافر اش خصك دير؟ قبل ما تسافر اش خاصك تجنب؟ شنو الامور اللي خصك تجنب؟ اكل الوجبات الدسمه حيت كتثقل على راسك، كيولي يجيك النعاس. النوم لساعات قليله، كتبقى غادي مسخسخ، يقدر يجيك النعاس في الطريق. اما باش نتجنب البروتينات راه بيل انا بالعكس خاصني ناكل البروتينات باش الجسم ديالي ينشط. اذا اشنو غنتجنب؟ راه اللي خلاك تبدل الجواب، دير السلبيات بحال كيسولك على السلبيات. غنتجنب اكل الوجبات الدسمه وغنتجنب النوم لساعات قليله. اما هذا راه شي حاجه ايجابيه، يعني تناول البروتينات هذه ما نتجنبهاش. دابا دخلت عليك بالله، واحد عنده شويه عقله عامر بحال هاد النوع ديال الاسئله غيغلط فيهم، محتاجني انا نشرح لك بحال هاد السؤال؟ واحد عقله شويه ميسر، راه تقريبا الامتحان فيه واحد 40% اسئله دايرين بحال هكا، ما محتاج شي واحد يشرح لك، انت اللي غتجاوب. الامتحان فيه واحد شحال 40%. الا سولتك قلت لك هنايا واش هذا مدخل ديال طريق السيار، نعم لا، شنو يكون الجواب ديالك؟ هذه هي من هذه كتسمى داخله في ثقافه عامه، يعني بنادم واش بنادم مسافر شويه، واش دابا هذا مدخل ديال طريق السيار؟ الجواب غتقول لي لا، ما غتقولش لي نعم، راه باينه افريقيا هذه، باينه دخلتي لباحه الاستراحه. هي باحه الاستراحه، هاي في مكتوبه قداش باحه الاستراحه، راه هذه افريقيا، يعني غتدخل دير المازوت ولا ليسانس وتخرج تمشي في حالك. كنقول لكم راه بحال هكا تتحط الامتحان وتخرجوا ساقطين. ما عرفتش بغاو يحطوا لهم الدجاج محمر مع بطاطا فريت، ما عرفتش اش كيتسنى. ركز راه غتمشي غتنجح، ولكن الله يرضي عليك خدم عقلك. واحد الاشاعه كانت كتروج مؤخرا، قال لك الا خطأتي شي خطأ مثلا بحال قيف غيمشيو لك 4 النقاط، ولا غيمشيو لك سيستم كنديان النبق، ماشي سيستم كنديان، ما كيمشي لك والو، خطأتي كيمشي لك نقطه. عندك 40 سؤال، كل سؤال فيه نقطه، كل سؤال فيه نقطه، صافي ما خطأتيش صافي. الا خرجتي جايب 29 راه تحفحفتي. عرفتي شحال من سؤال تحفحفتي فيه؟ راه تحفحفتي في 9 ديال الاسئله ولا 10. ايوا ركز الله يرضي عليك، ضبط معنا القواعد غتنجح ان شاء الله. اذا بالعقل كنسوق شاحنه صغيره، واش يمكن لي نغير الاتجاه اليسار؟ صحيح خطا. كنسوق شاحنه صغيره، واش هذا شرحت لكم البارح، ما يمكنش تغلط فيه اليوم بلا ما تقول لي. شرحت لك البارح غلطتي فيه اليوم، عندك عقل ديال سمكه، عقل ديال سمكه. اذا هنايا هذه كتهضر مع الحديد الكبير، الشاحنات الكبار كتهضر مع الحديد الكبير. عقل تسمع الشاحنه، راه حديد صغير، راه بحال السياره. شاحنه محسوبه على السياره، ما محسوباش على الحديد الكبير. كاين جوج انواع ديال المركبات، فيكيل، كاين ليجي وكاين البوالور، الحديد الصغير والحديد الكبير. عندك دراجه وسياره وشاحنه صغيره، هادو فيكيل ليجي، مركبات خفيفه. والحديد الثقيل هذاك فيه الرموك، الحافله كتهضر معاهم، هادو 3.5 كتهضر مع الحديد الكبير اللي فايت 3.5. اما السياره شاحنه صغيره دراجه ما كتهضرش معاهم، 3.5 كتهضرش معاهم. اذا كنسوق شاحنه صغيره، واش يمكن لي نغير الاتجاه اليسار؟ الجواب اش يكون؟ الجواب غيكون الاجابه رقم 1. يمكن لي نغير الاتجاه اليسار. صافي ساهل داكشي زوين. واش يمكن لي الوقوف في جنب الطريق؟ لا. واش يمكن لي التوقف في جنب الطريق؟ لا. علاش؟ حيت كاين خط متصل، ولو كتب لك الطريق في جوج مسالك كيديو جوج مسالك كيجيبوا، الا انهم دايرين لك خط متصل صافي منعوك من الوقوف والتوقف. المخالفه ديال الوقوف والتوقف مخالفه من الدرجه الثانيه، معروفه. مخالفه من الدرجه الثانيه شحال الثمن ديالها؟ مخالفه من الدرجه الثانيه شحال يكون الثمن ديالها؟ 500 درهم. سهله. البث المباشر كل نهار كنديرو من 11 حتى 12. معكم تجمع سكني؟ نعم لا. السرعه محدده في 60 كيلومتر في الساعه؟ نعم لا.
هنا واش غادي نخرج من تجمع سكني؟ سؤال بسيط. واش غنخرجوا من تجمع سكني في هذا الحال؟ هنا الا زوميت، اسمع انا نعطيك واحد البلان. امتى كنكونوا خرجنا من تجمع سكني؟ كاينه علامه كتقول لي خروج من طريق من تجمع سكني. كاينه علامه. اش كتقول لي هاد العلامه؟ كدايره بحال هكا، بحال قلتي هاد واتزم ضربنا عليها بحكا، هذه خروج، يعني عطاتني فكره على انني خرجت عقل. اذا هذه اللي كنشوف فيها دابا، هذه راه عاديه شتيها، ولكن هذه ملي كندير لها بحال هكا صافي هذه كتعني خروج. ها هي معلومه بسيطه، ما نتسوق كاع لهادي، نتسوق على هادي، هاي خروج. اذا بالعقل غادي نخرج من تجمع سكني، غندير لا بالعكس، غادي ندخل لتجمع سكني ومحدد فيه السرعه في 60. السرعه ديالي واش محدده في 60؟ غندير الاجابه رقم 3. اذا غندير الاجابه رقم، غنخرج من تجمع سكني غندير لا، ياك السرعه محدده في 60 غندير نعم. اذا 2 3. مزيان ساهل. واحد النقطه نبغي نشير ليها، نهار الامتحان الناس علاش كتسقط؟ انا مجمع معاكم علاش كيسقطوا الناس نهار الامتحان، بالسبب شنو السبب ديال السقوط ديالهم. انا نوريك بالضبط السبب ديال السقوط ديالهم. ها هو السبب ديال السقوط ديالهم، انا كنحاول نشارك معكم معلومات كاينه بيو. السبب ديال السقوط ديال الناس في نهار الامتحان، ها انت شوف، بعد هاد العلامه يمكن لي نسوق ب20 كيلومتر في الساعه. الجواب 1. 30 كيلومتر في الساعه. الجواب 2. 60 كيلومتر في الساعه. الجواب 3. 100 كيلومتر في الساعه. الجواب 4. كيجاوبوا قبل ما يسالي خونا الهضره. هذا اكتشاف، هو باقا ما سالاش الهضره ديالو، هما كيجاوبوا. هادو دوك اللي شويه ما فهمت فيهم انا والو، هو باقا تيهضر، هو جالس تيجاوب. ما عرفتش انا هاد القضيه هادي باش تفهم ليا. اسمع، كاينين جوج ديال اللعيبات ردوا ليهم البال. هذه النقطه الاولى. شوف النقطه الثانيه اعمق من هاد النقطه هذه اللي نوريك، هذه اعمق المعلم. اسمع، الى طلع لك السؤال مجاوب مثلا فيه 1 3 انت ما درتيهاش، هاد 1 3 انت ما درتيهاش، هي طلعت من السؤال اللي قبل. السؤال اللي قبل درتي 1 3 وبقات لاصقه هنايا، 1 3 بقات لاصقه هنا. منين يكون عاوتاني تيهضر، منين يكون هو كيهضر عاوتاني كيلقي السؤال، ما تمشيش تمحيها قبل ما يسالي عاوتاني، ما تمشيو تمحيوها قبل ما يسالي، خليه تا يسالي السؤال ديالو، عاد سير محيها ودير الجواب ديالك. من باب التنويه، امور بسيطه كتسقط الناس. انا كنهضر حتى مع الناس اللي عندهم مشكله في القرايه، عقل معايا. هاد الامور هادي راه كتبان هي بسيطه، هي راه كتبان وراها، لكن راه كتقاولب الناس. اذا نكمل معايا. انا الحمد لله من خلال التجربه ديالي قدرت نكتشف هاد الامور هادي مع لي كونديدا ديالي. يعني ركز، حيت كنصيفط الناس ناضين وكنقول لهم واش درتي، كيقول لي جبت 37، كنبقى نشوف كيفاش الامور كتستنتج. يمكن لي نكمل السياق القدام صحيح خطا، يمكن لي نكمل السياق اليمين صحيح خطا. ركز، يمكن لي نكمل السياق القدام صحيح خطا، يمكن لي نكمل السياق اليمين صحيح خطا. هنا الى زوميت، هاد السهم هذا راه فقط كيقول لك حاجه واحده، كيقول لك الله يرحم لك الوالدين، الله يجازيك بالخير، ما تدخلش لهاد البلاصه. صافي هادشي كيقول لك هاد السؤال، ما تدخلش لهاد البلاصه هاد. يعني كاين مسلك كيدي ومسلك كيجيب، ما تدخلش عند هادو اللي جايين في الاتجاه المعاكس ويحسب لك باللي الطريق ذات اتجاه واحد. صافي هاد السهم اللي كيكون بحال كيقول لك ما تدخلش عند هادوك اللي جايين في الاتجاه المعاكس. بمعنى الا فتنا حنا هاد السهم وكنا غاديين شادين اليمين ديالنا، نستمر لقدام ندور على اليمين، ما عنديش مشكل. هو عكس ديال هذا اللي كيكون داير بحال هكا وفيه سهم مقاد. العكس ديالو هذا اللي كيكون فيه سهم مقاد، هذا ما تيخليكش تكمل لقدام، كيفرض عليك انك تدور على اليمين، كيطبقها عليك، تطبق عليك انك تدور. دابا شي وحدين قالك تيسولوا قالك شنو هو الجواب. هنا اللي جينا نهضروا، هذا واحد الاجبار، كيقول لك مثلا ملي ما كيكونش عندنا هذا الخط احمر كيكون عندنا واحد الاجبار. اش كتقول هاد العلامه اللي لونها ازرق وفيها 30؟ كتقول لك
ما تمشيش بقل من 30، خاصك تمشي ب 30 والفوق باش ما تعرقلش حركه السير. هاد العلامه